خسائر ديال المحل واحد بسيط يقدروا يوصلوا ل 100,000 درهم. شفنا هادو حالات قدامنا مع الكليان اللي كنخدموا معاهم. بيع وشراء اليوم اللي كيخرج من المحل ديالو ما كيبقاش عارف شحال عنده في ستوك وشحال عنده ديال الكاش. يجي يدير لانفونتير ديال المحل كامل كيلقى 100,000 درهم وكثر ديال الخسائر. هادشي اللي ما خصوش يكون. اللي خصو يكون هو ان البيع والشراء عارف في كل وقت شحال عنده ديال البيع، الكاش ديالو شحال فين واصل. وهادشي هذا اللي كنحاولوا نوصلوا ليه. كيفلت ليه الستوك ديالو والكاش ديالو من يدو، ما كيبقاش عارف شحال عنده. خص اللي تباعت تقيد، ولكن المشكل كيوقع في هذا التقييد هذا. يا اما كنكون عندي ورقه وستيلو، واللي بين قوسين هادشي ما خصوش يبقى في 2025. كلشي دابا انفورماتيزي، كلشي خصو يكون في ابليكاسيون، يا اما في التليفون يا اما في بيسي. هاد التقييد هذا علاش كيوقع فيه مشكل؟ قلت بانه يا اما كيكون ورقه وستيلو، يا اما اصلا اللوجيسيال اللي انا خدام به معقد كيعجز انني نقيد لا الدخول ديال السلعه ولا الخروج ديال السلعه. وهذا المشكل هذا بالضبط اللي حنا خدمنا عليه. مشكل كيطيحوا فيه البيع والشراء اليوم هو الانفونتير، اللي هو واحد الكلمه كبيره. بعض المرات كيجيو الناس بحال شي جبل، خاصو يسد المحل يومين ولا 3 ايام باش يدير الانفونتير. اسمح لي نقول لك بانه هاد الطريقه هذه ديال الخدمه ديباسي، ما بقاتش. انك تجلس دير الانفونتير كله دقه واحده ما عندها حتى شي معنى. ملي كتكون خدام بلوجيسيال حتى شي حاجه ما كتمنعك انك تكون جالس في المحل، بانت لك بياسه ما عرفتيش عندها شحال، ارى ليا احسبها دخل في اللوجيسيال. سامبل. الحل هو انك اولا تبدا الخدمه باللوجيسيال، تدخل فيه الدخول ديال السلعه، البيع، ومره دير حساب ديال السلعه تعاود تحسبها بشويه بشويه، ماشي كلشي دقه واحده اللي لدرجه انك تبقى عكزان عليه. وهذه نقطه مهمه اللي لقينا واحد الصعوبه ديال انه البيع والشراء يقول لك صافي بسم الله انا غادي نبدا السلعه، لانه كيشوفها بحال شي جبل قدامه ما عارفش منين يبدا كيفاش وهنا الميساج اللي بغيت نوصل هو ان باش تبدا بلوجيسيال خدمه ديال نص نهار. هذا وعد، كنوعدك بان نص نهار تقدر تبدا الخدمه باللوجيسيال وتبقى خدام الى الابد باللوجيسيال ديالك، ويبقى دائما المحلات ديالك محسوبين. هاد نص نهار هذا كندخلوا فيه الكاتالوج، يعني الليسته ديال البياس اللي عندك، ماشي لي كونتيتي، ماشي العدد ديال كل حاجه شحال منها، اللي هو طبعا واحد الحاجه كبيره اللي خاصها مده باش تحسب المحل. لا، ما كنهضروش على حسب المحل، كنهضروا على ليسته اللي كدير ماشي اكثر من نص نهار. في اسوء الحالات، يعني في اكبر المحلات ما غديش لك اكثر من نص نهار، واللي في اكبر عدد الحالات كتلقاها ليسته ديجا واجده، خاصها غتدخلها واحد ليكسل، كنهزوها كنحطوها في اللوجيسيال امبورتي وكتبدا الخدمه في ساعتك. الميساج اللي بغيت نوصل اليوم هو ان في 2025 ما بقاش عندك العذر باش تخلي الروينه في المحل ديالك. الحساب ديال السلعه وديال الكاش ديال المحل ولا ديال 100 محل بحال ساهل وفي المتناول ديالك، بابليكاسيون كتانستاليها عندك في التليفون وفي البيسي ولا في التليفون ديال الخدامه ديالك كاملين، كيمكن لك تضبط هذا الشيء هذا كامل.